بالنسبة بقى للطب في حياتها، امم كانت بتتكلم عنه ازاي؟ كانت شايفاه ايه؟ مش مجرد وظيفة اكيد، انا واثقة. هي كانت بتشتغل كتير جدا، كانت بتشتغل كتير بشكل مش طبيعي، وكان في اوقات كتير جدا ما بتبقاش موجوده في البيت. يعني زي ما بقولك من وانا صغير ما كنتش بشوفها كتير قوي، فما كانتش بتتكلم قوي عن الشغل. انما كان الطب بالنسبه لها لما من اللي انت بقى بتشوفيه هو ان هي تعلم الناس الطب اللي هي اتعلمته. ودي كانت اكتر جزئيه هي حابه ان هي توصلها للناس، ان هي تعلم بالظبط. يعني هي ما شاء الله كانت شاطره جدا في الاثنين، التجميل والجلديه، يعني كامراض. والتدريس. والتدريس طبعا، والتدريس طبعا. انت عارفه كانت بتعمل المؤتمر بتاعها، قعدت لمده 11 سنه بتعمل المؤتمر بتاعها اسمه البيس. وفي المؤتمر ده كانت اهم حاجه عندها ان هي تعلم الطلبه والدكاتره كل اللي هي بتعرف تعمله. كانت دايما بتقول محدش بياخد رزق حد، فانا ما ينفعش ان انا عشان ناجحه جدا ووصلت لليفل معين من ان انا يعني بعرف اشتغل تجميل مثلا باسلوب معين، ما ينفعش ان انا اتحفظ على اللي انا اتعلمته. فكان عندها الطب بالنسبه لها زي وسيله ان هي تeducate الناس يعني عموما.